أول شيء لازم أقول ملاحظة إنه هشام الذهبي اليوم هو رمز وطني، وإحنا كنا شفنا بدبي شلون تكرم وشلون أبهر المجتمع العربي بعمله الإنساني. وهذه الكفاءات على فكرة ما تلقيها بكل المجتمعات، إحنا المفروض نوفر لها كل الدعم. جميل إنه هو حصل على قرار من رئاسة الحكومة إنه يحصل على الأرض، لكن الشيء اللي يريد نوصله من خلال الإعلام هو اليوم ما مستلم الأرض، والدعم ما يقدر يحصل عليه إذا هو ما مستلم أرض يقدر يبنيها. والجميل جدا بالموضوع اليوم هشام يطمح إلى بيت صديق للبيئة، يكون قبلة للزيارة من قبل مسؤولين، من قبل ناس مهمين، يعني يكون نوعا ما صرح حضاري. وهذا الصرح راح يبين ايش قد العمل الإنساني فاعل اليوم بالعراق. فأنا أحب أوجه نداء، لأن أنا أعتبره أخ وأعتبره رمز وطني وأفخر به. أوجه نداء للمعنيين، نحاول إحنا الأرض اللي انتظرها 14 سنة ما نخليه ينتظرها بعد 10 سنين. وهو إيجار هذا بيته اللي حات به كل أولاده مثل ما هم يسميهم، هذا الإيجار يوم 7 الشهر هو يخلص، ووعدوه شركات البناء أنه يسووا له منزل صديق للبيئة إن شاء الله في نهاية شهر 7 أو بداية شهر 7. نعم. اي، فاحنا نريد هل 7 اشهر يبدون يباشرون ببناء الارض. واني عارفه في نوع من البيروقراطيه والخطوات، لكن اكراما للعمل الانساني اللي دا يسويه، واكراما لاولاده، واكراما للمجهود الحلو اللي هو دا يسويه، وكونه رمز انساني وطني. اليوم احنا نختصر عليه الاجراءات البيروقراطيه ونسلم الارض خلال هذا الاسبوع حتى يباشر ويفرح ويفرحون الاولاد، وبالتالي يكون هذا مو البيت الوحيد. أنا عارفة أنه هشام اليوم يحمل قضية أخرى، مو بس الأطفال من الذكور، هو يتمنى لو يقدر اليوم أيضا الفتيات في شوارع بغداد يدعمهم، بس إذا إحنا ما نوقف بجانبه صعب إحنا نحقق هذا العمل النبيل. فأرجو أنه تكون الرسالة وصلت من خلال هذه المقابلة، وحبيت أنه هو يكون آخر شخص أشوفه قبل ما أغادر بغداد، لأنه كثير أعتز به أخي هشام. بالنسبة لك اليوم شنو الإجراءات اللي يمكن تتوقع أنه تعجل باستلام في قطعة الأرض؟ بنفس الوقت وين توقف فيها حاليا المعاملة؟ يعني احنا بالنسبة لنا كإعلام سلطنا الضوء على كثير من القضايا اللي انت تهتم بها، حتى كانت آخر فعالية لك في الإيفنت بخصوص قانون حماية الأطفال، بس ما نعرف انه اكو مشكله باستلام قطعه الارض. يعني هذه اول مره اليوم من خلال زيارتنا مع الدكتور السهير عرفنا انه اكو هذا الموضوع. يعني للاسف الشديد انه الاشياء ما تقدر تحصل عليها الا من خلال الضغط الاعلامي او الضغط بالوسائل التواصل الاجتماعي، وهذه ظاهره يعني انا اعتبرها يعني مو صحيه. يعني أنا مثلا قضيتي قضية إنسانية، يعني أنا مثلا من أكرم في دبي وأخذ جائزة صناع الأمن بين 65 ألف مشارك، يعني هذا إنجاز للعراق وليس لهشام الذهبي. وبنفس الوقت المبلغ اللي كرمت به أنا تبرعت به كله لبناء أول دار للأيتام في بغداد، فبالتالي كان طموحي أنه مجرد ما أرجع إلى بغداد أستلم قطعة الأرض وباشر بالبناء. ولكن للأسف الشديد يعني الجائزة استلمتها بالشهر الخامس وإحنا الآن بالشهر 12، يعني صار تقريبا 7 أشهر ولحد الآن أنا مستلم قطعة الأرض. مشكور دولة رئيس الوزراء، يعني أوعز بأن أستلم قطعة الأرض. مجلس الوزراء اللي هو أعلى سلطة بالدولة أقر هذا الشيء وأمر بأن أمنح قطعة أرض ووافق عليها. للأسف الشديد بعد موافقة مجلس الوزراء وبعد ما طلع رئيس الوزراء بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي وبعد ما نشر على صفحته الخاصة أنه أمر بأن يمنح مؤسسة البيت العراقي للإبداع دار لبناء دار للأيتام واحتضان الأيتام، لحد الآن صار شهر و10 أيام وأنا ما مستلم قطعة الأرض. يعني لدرجة أني أصبحت يعني حتى بموقف محرج أمام الناس والجمهور اللي فرحت من سمعة خبر أنه أنا حصلت على قطعة الأرض. الروتين وكتابنا وكتابكم يعني فد عملية كلش بائسة. المفروض أنا حصلت قرار من أعلى سلطة بالدولة المفروض ينفذ خلال مدة أقصاها أسبوع، يعني هذا الأسبوع صار 4 أسابيع
واني خايف انه كل ما تقرب نهايه السنه ممكن ان اتحول على السنه الجديده بسبب الجرد السنوي. خاف الدوائر تتوقف هنا وراح يقولوا لي احنا ما نقدر نمنح قطعه الارض الا على السنه تجي. فمن خلالكم اوجه مناشده الى كل اصحاب القرار والى دوله رئيس الوزراء خصيصا، لان انا اعرف انه هو يملك قلب كبير ويشعر بمعاناة الأطفال بالعراق، والدليل أنه هو تفاعل جدا معي مجرد ما طرحت الموضوع. أتمنى أن يتدخل شخصيا لحل هذه القضية. وبس إضافة صغيرة، ربما البعض يقول البيروقراطية قد تسري على الجميع. لا، البيروقراطية قد تحمل استثناءات. يعني هو عمل إنساني ومستعجل وتعب هواي 14 سنة هو يبحث عن أرض وأخيرا لقاها. وأيضا الدعم اللي يجي ممكن يتأثر ويجي الأولاد ممكن يتأثر. فلا، إحنا نريد استثناء، هو يستحق استثناء حتى لو البيروقراطية تأخذ وقت. إحنا ما نريد هوية هشام الذهبي تأخذ وقت، لأن يعني وضعه مختلف. هو مو شخص عادي دا يبني بيت، هو رجل ربى يعني أولاده وتعب عليهم سنوات، وكنا نعرف ايش قد هذا الشيء مكلف وش قد مضني. اليوم نحكي على 50 طفل، 58. يعني أعتقد هو يستحق، حتى لو يستحق استثناء بحيث تكمل معاملته بشكل عاجل. ما بيه شيء ترى، يعني هي مثل ما سلموا الأرض يستعجلون بالإجراءات وما يخلوه ينتظر أكثر من 40 يوم اللي فاتت.